أهلا بكم في نقاشنا اليوم. المصادر اللي معانا بتقترح رحلة مدهشة لفهم قدماء المصريين للنفس البشرية. أهلا بيك، ومدهشة فعلا لأن الفهم ده ممكن يكون سبق علم النفس الحديث بآلاف السنين. بالظبط، ومهمتنا هنا هي نستكشف إزاي شافوا العقل وتعاملوا مع تحدياته بناء على اللي نعرفه تمام، وده مهم لأننا ساعات بنبص للحضارات دي على إنها مجرد تاريخ آثار وبس. صحيح. لكن ممكن نلاقي فيها حكمة عميقة تفيدنا حتى النهاردة. حسناً، خلينا نبدأ من الأساس. نظرتهم للشخص نفسه كانت إزاي؟ هل هو مجرد جسد وخلاص؟ لا أبدا، الموضوع كان أعقد من كده. كانوا بيؤمنوا بوجود عنصرين مهمين غير الجسد. اللي هم إيه؟ العنصر الأول هو الكا، دي زي قوة الحياة، الشرارة اللي جوه الجسم واللي محتاجة أكل ودعم عشان تفضل موجودة. تمام، الكا. والتاني؟ التاني هو البا، ودي أقرب للي بنسميه الروح أو الشخصية الفردية. البا دي كانت تقدر تتحرك بحرية بعد الموت وتتفاعل كمان مع عالم الأحياء. فالتمييز ده بين الكاي الحيوية والبايو الشخصية هو اللي شكل نظرتهم للصحة والمرض وحتى الاضطراب النفسي. مثير جدا للاهتمام. طيب، ده أثر إزاي على تعاملهم مع المشاكل النفسية زي ما بنسميها النهاردة؟ في أدلة ملموسة؟ أكيد فيه. بردية إبرس الطبية المشهورة اللي من حوالي 1550 قبل الميلاد. أيوة، معروفة طبعا. البردية دي مش بس للأمراض الجسدية، فيها وصف دقيق لحالات تشبه جدا اللي نعرفه دلوقتي بالاكتئاب أو الحزن الشديد. زي إيه مثلا؟ بتوصف ناس عندهم تقل في القلب. تقل في القلب؟ أيوة، وتعبير تاني زي القلب يرفض الطعام. وشعور بالخمول واليأس ورغبة في العزلة. دي مش مجرد أوصاف جسدية، دي بتلمس الجوهر العاطفي والنفسي. وده فعلا يخلي الموضوع شيق. طيب، العلاج كان إزاي؟ هل كانت بس تعاويذ وكده؟ كان في تعاويذ وصلوات طبعا، ده جزء من ثقافتهم أكيد. لكن المصادر كمان بتشير لممارسات تانية، مثلا استخدام أنواع معينة من الموسيقى الهادية والتراتيل لتهدئة النفس. موسيقى. وكمان استخدام أعشاب عطرية ومهدئة زي زهرة اللوتس الزرقاء المشهورة عندهم اللي كانت مرتبطة بالبعث والسكينة. جميل. وفي كمان إشارة إن بعض المعابد كان فيها أماكن مخصصة للراحة والتأمل، زي مصحات بدائية؟ بالظبط، بعيد عن ضغوط الحياة اليومية، مكان للتعافي النفسي. إذن الموضوع كان مقاربة شاملة، روحي ونفسي وجسدي. تماماً. والمثير للاهتمام هنا هو إدراكهم المبكر ده للصلة القوية بين العقل والجسم. الصلة بين العقل والجسم. أيوة، المبدأ كان واضح عندهم. لو النفس أو الروح اضطربت، يمكن الكا اتأثرت أو البا بقت مضطربة، فالجسم ممكن يتعب هو كمان. فالمفهوم الشامل ده اللي بيشوف الإنسان كوحدة متكاملة، ده بصراحة بيفكرنا بالتوجهات الحديثة في الطب التكاملي والعلاج النفسي الجسدي. كانوا بيعالجوا الشخص ككل، مش مجرد عرض. بالظبط كده، كانوا بيعالجوا الشخص مش بس المرض. الفهم ده للعالم الداخلي بيودينا للأحلام. الكهنة كانوا بيهتموا بتفسير الأحلام، مش كده؟ سيل؟ أيوة، أو كرحلات بتعملها البا لما بتنفصل مؤقتا عن الجسم وقت النوم. تصور عميق. والكهنة اللي كانوا متخصصين في تفسير الأحلام دول كانوا بيساعدوا الناس يفهموا الرسائل دي أو التجارب الروحية دي. وده يعتبر محاولة مبكرة لفهم العقل الباطن. ممكن نقول كده، محاولة لفهم اللي بنسميه دلوقتي اللاواعي أو العقل الباطن. الأحلام كانت جزء أساسي من فهمهم لنفسهم وللعالم الروحي. مذهل إزاي ما فصلوش بين الجوانب دي كلها. إذن كل ده معناه إن إنجازاتهم مش بس حجر وبنى. لا طبعا، بل كانت محاولة جادة لفهم عمق الإنسان ومعاناته الداخلية، مش مجرد خرافات. ده اللي المصادر بتشير ليه بقوة. كان عندهم نظام متكامل له جذور في فهمهم الروحي والفلسفي للإنسان ومكوناته، الجسد، الكا، البا. تمام، مش شايفين العقل منفصل عن الروح ولا الروح منفصل عن الجسد. الصحة كانت في التوازن والانسجام بين كل ده. وده في حد ذاته فهم متقدم أوي جدا، خصوصا للفترة الزمنية دي. إذن لما نشوف العمق ده اللي وصلوا له قدماء المصريين في فهم النفس،
ده بيخلينا نفكر في سؤال مهم. اللي هو يا ترى إيه الحكم القديمة التانية سواء من مصر أو حضارات غيرها اللي ممكن نكون أغفلناها وإحنا بنحاول نفهم العقل البشري حديثاً؟ سؤال مهم فعلا. كأننا دايماً بنبدأ من الصفر، مع إن ممكن يكون في كنوز معرفة قديمة لسه ما اكتشفناهاش.